فرنسا عندي كانت ماشية قلبي بنظام اسمه نظام الإقطاع. يعني إيه يا مستر نظام الإقطاع؟ نظام الإقطاع إن الطبقة العليا هم اللي في إيديهم كل حاجة، هم اللي ممتلكين الأراضي الزراعية. يعني مثلا لو أنا عندي 20 أرض زراعية، فاللي بيمتلك ال20 أرض زراعية هم الطبقة العليا. طب الطبقة الوسطى والعامة لا يمتلكون لا يحكمون، يعني ولا بيمتلكوا ولا بيحكموا. طب مستر هي دي عدالة؟ لا طبعا دي مش عدالة. ده معناه إن فرنسا كان فيها حاجة اسمها غياب العدالة الاجتماعية. طب مستر الشعب هيسكت؟ لا، الشعب هيقوم بثورة كبيرة جدا، ودي هتكون أول ثورة اجتماعية في تاريخ أوروبا. طب مستر الثورة دي إيه مبادئها؟ بص يا باشا، قال لك الثورة دي ليها مبادئ. إيه هي مبادئ الثورة؟ قال لك عايزين نقضي على الإقطاعية، وعايزين نقضي على الملكية. إيه هي الملكية دي يا مستر؟ بص يا باشا، لو تاخد بالك انا كنت بقول لك في الفيديوهات اللي فاتت لويس ال 14 لويس ال 15، فلو تاخد بالك ان انا عندي الحكم في فرنسا كان حكم ملكي، بيموت الملك يجي ابنه، يموت ابنه يجي ابنه. فهنا الشعب الفرنسي كان عايز يقضي على الاقطاعيه والملكيه ويعلن الجمهوريه. وعايز اقول لك قامت الثوره فعلا ونجحت الثوره، وتم اعدام الملك لويس ال 16. يعني انا عندي الثوره الفرنسيه نجحت، بس خلي بالك اول ما الثوره الفرنسيه نجحت حققت انجازات كبيره جدا. ايه هي؟ مصر هم قضوا على الاقطاعيه، يعني حققوا لي انجازات اجتماعيه، وكمان قضوا على الملكيه واعلنوا الجمهوريه، يعني حققوا لي انجازات سياسيه. يعني لما اجي اقول لك سؤال الثوره الفرنسيه ادت لايه، هتقول لي الثوره الفرنسيه عملت لي حاجه اسمها تغيير سياسي في فرنسا، بدل ما كنت ماشي بنظام الملكيه بقيت ماشي بنظام الجمهوريه. طب مستر اول ما الثوره الفرنسيه قامت ونجحت وحققت مبادئها، قال لك كل الدول الاوروبيه خافت، كل الدول الاوروبيه هتعمل تحالف على فرنسا. طب مستر ليه الدول الاوروبيه هتعمل تحالف على فرنسا؟ قال لك بص، قال لك كل الدول الأوروبية كانت ماشية بالنظام الإقطاعي اللي هو نظام الإقطاع والنظام الملكي. وعايز أقول لك يا صديقي أول ما الثورة الفرنسية نجحت كل الدول الأوروبية هيعملوا تحالف على فرنسا. ليه؟ الدول الأوروبية هتخاف إن مبادئ الثورة الفرنسية تتسرب ليها، فالشعب في الدول الأوروبية يعمل ثورة على الملوك ويعدموا الملوك في أوروبا زي ما حصل مع فرنسا. يعني كل الدول الأوروبية دلوقتي هيعملوا تحالف على فرنسا وهيحاولوا يقضوا على الثورة الفرنسية. طب مين اللي هيعمل تحالف على فرنسا؟ كل الدول الأوروبية زي النمسا وإيطاليا. طب مين هيبقى زعيمة الدول الأوروبية؟ يعني الدول الأوروبية اللي هيعملوا تحالف على فرنسا مين هيبقى زعيمهم؟ إنجلترا. يعني دلوقتي كل الدول الأوروبية هيعملوا تحالف على فرنسا لعدم تسريب مبادئ الثورة الفرنسية، يعني عشان مبادئ الثورة الفرنسية ما تتنقلش للدول الأوروبية. طب بص يا صديقي، بص معايا كده، دلوقتي أنا عندي تحالف من كل الدول الأوروبية ضد مين؟ فرنسا. مين اللي هيتولى زعيمة التحالف؟ إنجلترا. يعني أنا دلوقتي عندي ده معناه إن أنت عايز تقول لي مستر إن فرنسا وإنجلترا هيبقوا أعداء، هيبقى في ما بينهم حاجة اسمها تنافس استعماري. طب بص معايا كده، قال لك دلوقتي إن كل الدول الأوروبية هتعمل التحالف على فرنسا لعدم تسريب مبادئ الثورة الفرنسية للدول الأوروبية. يعني بالبلدي كده أنا عندي الدول الأوروبية التحالف اللي عاملينه على فرنسا ده بسبب خوفا على عروشهم، خايفين على أنظمتهم السياسية والاقتصادية. طب بص يا باشا، هل الدول الأوروبية هتكسب فرنسا وهيقدروا يقضوا على الثورة؟ بص، أنا عندي ساعتها فرنسا كانت بقيادة واحد اسمه نابليون. نابليون ده لما هيجي يحارب الدول الأوروبية هيتبع معاهم أسلوب اسمه أسلوب التضرر، هيحارب كل دولة لوحدها، هيحارب دولة دولة، تمام؟ فهيقدر إن هو ينتصر عليهم. تمام. يعني انا عندي دلوقتي نابليون اتبع اسلوب استراتيجي متميز جدا، قال لك انا بدل ما احارب الدول كلها مره واحده واخسر، لا هيحارب دوله دوله تدريجيا. يعني هيمسك النمسا يحاربها، ايطاليا يحاربها، وهيقدر ان هو ينتصر عليهم. طب مصر هو حاربهم ايه؟ بريا؟ ده معناه
إن فرنسا قوية جدًا بريًا، يعني أنا عندي فرنسا قدرت تنتصر على التحالف اللي معمول ضدها من الدول الأوروبية بفضل قوتها البرية. طب باقول لك إيه، كل الضربات اللي وجّهها نابليون للدول الأوروبية إنجلترا ما خدتش منها أي حاجة، يعني إنجلترا ما نالتش أي حاجة من الضربات دي، ليه؟ تعالَ نبُص مع بعض، بُص لو جينا رسمنا كده، أنا عندي دلوقتي زي ما أنت عارف هنا مصر، وعندي هنا فرنسا، وعندي فوق إنجلترا. بين فرنسا وإنجلترا في بحر في النُص اسمه بحر الشمال، ففرنسا عشان تحارب إنجلترا لازم هتحاربها بحريًا، بأسطول بحري. فنابليون قعد كده قال لك أنتم عُبط والّا إيه؟ إنجلترا دي جامدة جدًا بحريًا، إنجلترا دي أقوى أسطول بحري موجود في العالم، أنا هاغامر بنفسي والّا إيه؟ هو أنا مضحي بنفسي أو مستغني عن نفسي عشان أروح أحارب إنجلترا بحريًا؟ فقال لك أنا هاعمل إيه، هاعمل إيه؟ فقعد مع الحكومة بتاعته، فالحكومة بتاعته قالت لنابليون: إيه المشكلة يعني يا نابليون؟ ما تروح تحارب فرنسا بحريًا، ما أنت انتصرت على الدول الأوروبية كلها. فنابليون رد عليهم وقال لهم: أنا انتصرت على الدول التانية كلها بريًا، لكن عمري ما هاقدر إن أنا أحارب إنجلترا بحريًا، دي أقوى أسطول بحري. فنابليون قعد يفكر قال لك أضرب إنجلترا إزاي، أضرب إنجلترا إزاي؟ قال لك بُص، نابليون قال لك إنجلترا شبه هولندا، ليها السفن بتاعتها بتفضل ماشية، 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 بتروح الهند تاخد من هناك مواد خام وليها مصالح هناك. فقال لك نابليون: أنا هاحتل مصر بهدف ضرب المصالح الإنجليزية في الشرق. الفكرة دي أنا سمعتها فين قبل كده، نفس فكرة لويس ال14 لمّا كان عايز يحتل مصر من أجل ضرب التجارة الهولندية في الشرق، هي نفس الفكرة. نابليون قال لك ما دام أنا مش عارف أوجه ضربة عسكرية لإنجلترا في عُقر دارها، أنا هانقل الصراع لمنطقة تانية، يعني بالبلدي كده نابليون قال لإنجلترا: أنا مش عارف أضربِك في مكانِك، فأنا هاستناكِ برّه، تمام؟ فنابليون قال لك أنا هاحتل مصر بهدف تهديد المصالح الإنجليزية في الشرق وضرب إنجلترا في الشرق. في الوقت ده اللي نابليون كان بيفكر فيه في احتلال مصر، جات رسالة لنابليون من مصر إن المماليك اللي بيديروا مصر بيعاملوا التجار الفرنسيين معاملة وحشة. فنابليون قال لك الله، انا الحجه جات لي على الطبطاب، كده انا اروح احتل مصر بحجه ان انا بحمي التجار الفرنسيين وان انا بحمي التجاره الفرنسيه. مش صار ده السبب اللي بيقول لي عليه في الكتاب، بس ده السبب الظاهري. السبب الحقيقي ان نابليون جاي يحتل مصر من اجل الانتقام او من اجل ضرب المصالح الانجليزيه في الشرق. فكده لما يجي يجيب لي سؤال يقول لي تم نقل الصراع الاوروبي الى الشرق ليه؟ بسبب تفوق الاسطول الانجليزي ان فرنسا مش هتقدر تضرب انجلترا. طب مستر اشمعنى مصر اللي الصراع اتنقل ليها؟ بسبب موقعها المتميز ان التجاره الانجليزيه بتعدي من عليه. تمام؟ تعالى بقى نرجع تاني. قال لك ان الثوره دي كانت اول ثوره اجتماعيه في اوروبا قادها ابناء الطبقه الوسطى بالتحالف مع الطبقه العامه، كان هدفها القضاء على النظام الملكي والارتقاء في فرنسا واقامه الجمهوريه، وفعلا تم اعدام الملك لويس ال16. قال لك تحالف ملوك اوروبا ضد فرنسا لادراكهم خطوره الثوره على عروشهم فشنوا عده حروب على فرنسا عشان يرجعوا النظام القديم تاني في فرنسا، وخوفا من تسريب مبادئ الثوره خارج حدود فرنسا. تمام. طب بيقول لك ايه العوامل اللي ادت الى قدوم الحمله الفرنسيه على مصر؟ لسه قايل لك كان ارسال فرنسا الحمله العسكريه للاستيلاء على مصر جزء من التنافس بين انجلترا وفرنسا الذي بدا في القرن ال17 واستمر طوال القرن ال18. قال لك تحالف ملوك اوروبا ضد فرنسا بعد قيام الثوره الفرنسيه، وكانت انجلترا عنصر مهم في هذا التحالف، فشنت عده حروب على فرنسا انتهت بانتصار فرنسا على كل الدول ما عدا انجلترا. قال لك فرنسا بقى مش عارفه تضرب انجلترا في عقر دارها بسبب تفوق الاسطول الانجليزي، ففكر نابليون في توجيه ضربه عسكريه خارج اراضيها، ومن هنا جت الحمله الفرنسيه على مصر. تعال بقى عايزين نعرف الاسباب. الحمله الفرنسيه اللي جايه على مصر اسبابها زي ما قلت لك ان نابليون جاي يهدد مصالح انجلترا ويهدم الامبراطوريه بتاعتها في الشرق ويعمل هو امبراطوريه فرنسيه. ومنها قال لك كمان اسهل مرور التجاره الفرنسيه الى الشرق بدلا من طريق راس الرجاء الصالح اللي مسيطر عليه انجلترا. لو تاخد بالك ان كل
محاولات فرنسا للاستيلاء على مصر كان ليها أهداف اقتصادية وسياسية. تعال نشوف أحوال المجتمع المصري كانت عاملة إزاي قبل ما تيجي الحملة الفرنسية. تعال نبدأ بالحياة الاقتصادية، وما دام قلت لك حياة اقتصادية يبقى هنتكلم عن زراعة، صناعة، تجارة. تعال نبدأ بالزراعة. قال لك كانت الأراضي ملكا للدولة العثمانية وتزرع عن طريق تكليف الفلاح بزراعتها بعد تسديد ما عليها من ضرائب بما يعرف بحق الانتفاع. مستار يعني إيه حق الانتفاع؟ مش فاهم. بص يا باشا، حق الانتفاع ده معناه إن هو بيقول لك إن الأراضي كلها بتاعت السلطان، ملكا للسلطان العثماني. طيب الفلاح بيعمل ايه؟ الفلاح بينتفع بالارض. يعني ايه بينتفع بالارض؟ يعني الارض بتاعته؟ لا، الفلاح ولا بيمتلك الارض ولا بيورثها. مجرد الفلاح بياخد الارض من السلطان العثماني بيزرعها بينتفع بيها بيستفاد منها. يعني مثلا الفلاح خد الارض من السلطان، الارض دي مثلا بتكسب 20 جنيه، الفلاح بيدي 18 جنيه ضرايب للسلطان وياخد هو 2 جنيه. ده معنى جملة حق الانتفاع، ان الفلاح مجرد منتفع بالارض الزراعية بيستفاد بيها بعد ما يسدد ما عليها من ضرايب. طب مش صار قال لك السلطان العثماني هل هو اللي بينزل يلم الضرايب من الفلاحين؟ قال لك لا. قال لك السلطان العثماني هيجيب واحد هيقول له تعالى انزل انت لم لي الضرايب. عندك ارض 1 2 3 انت اللي هتنزل تلم لي الضرايب. طب الشخص ده اسمه ايه؟ قال لك الشخص ده اسمه الملتزم، هو اللي هينزل يلم الضرايب بتاعت الاراضي الزراعيه. المهم السلطان اول ما يقول له انزل لم الضرايب الملتزم هياخد بعضه ويلا بينا. فالسلطان هيقول له لا، خد تعالى. انت رايح فين؟ هيقول له رايح الم الضرايب. هيقول له لا يا حبيبي، انت هتدفع لي الضرايب الاول مقدم، بعد كده تنزل تلمها من الفلاحين. فالملتزم قال له طب افرض انا دفعت لك الضرايب ونزلت للفلاحين ما رضوش يدوني فلوس. هيقول له لا اصبر انا هديك مميزات. هيقول له ايه هي المميزات يا سلطان؟ قال له يا ملتزم انا هديك قطعه ارض معفيه من الضرايب بتاعتك تكون ملكا ليك تعمل فيها اللي انت عايزه، تزرعها بقى ما تزرعهاش، تبيعها ما تبيعهاش، تخليها قطعه ارض ليك معفيه من الضرايب اسمها الوصيه، في مقابل ان انت تدفع لي الضرايب مقدم وتنزل تلم لي الضرايب دي من الفلاحين. فالملتزم هيقول له السلطان خلاص تمام ماشي يا سلطان، عايز كام ضرايب؟ فالسلطان هيقول له انت هتدفع كام؟ هيقول له تمام ماشي خد 50 جنيه اهي. هيقول له 50 جنيه؟ انت جاي تضحك عليا يا حبيبي؟ هيقول له لا يا حبيبي، ده انا هعمل مزاد وهشوف مين اكتر واحد هيدفع لي ضرايب اكتر، والشخص اللي هيدفع لي اكتر مقدم ده اللي انا هخليه ينزل يلم لي الضرايب. فالسلطان هينزل يعمل مزاد، انت هتدفع كام؟ انا 100، وانت كام؟ 150، وانت اللي ورا الكاميرا هتدفعي كام؟ 200، وانت هتدفع كام؟ 300. تعالى انت يا ابو 300 اكتر واحد هيدفع لي ضرايب هو ده اللي هخليه ينزل يلم الضرايب من الفلاحين. ايوه تعالى انت يا ابو 300 اكتر واحد دفع لي فلوس في المزاد ده اللي انا هختاره ينزل يلم الضرايب من الفلاحين. طب مش صار هو ملتزم دفع كام ضرايب؟ دفع 300 جنيه مثلا مقدم للسلطان. الملتزم اللي دفع 300 جنيه مقدم ده هينزل يلم الضرايب كام؟ 600. ليه؟ ده انت دفعت 300 بس. قال لك الملتزم هينزل يلم الضرايب اضعاف اضعاف. قال لك يابا انا عايز اعمل ثروات كتير وعايز اعمل فلوس وعايز ابقى غني، فهنا الملتزم هينزل يلم الفلوس اضعاف اضعاف. طب مين اللي بيعاني؟ الفلاح الغلبان بيعاني من حق الانتفاع ان هو بيدفع 3/4 الفلوس اللي بتطلع من الارض الزراعيه ضرايب، وكمان بيعاني من الملتزم اللي بيفرض عليه ضرايب كتير جدا جدا جدا. فكده هل الفلاح هيهتم بالارض الزراعيه؟ لا، هي اصلا مصر الارض مش بتاعته، هيهتم بيها ليه؟ تمام، هو مجرد بيحاول يستفاد منها. فطبعا هتتدهور الامور الزراعيه. هيجي هنا يقول لك تدهورت الزراعه في مصر في ظل الحكم العثماني. قال لك بسبب معاناه الفلاحين من ظلم الملتزمين في جمع الضرائب وفرض الاطاوات، تمام، عشان يعوضوا اللي دفعوه مقدم للدوله العثمانيه. طب مش صار هل تدهور الزراعه ده هيؤدي ليه؟ خلي بالك تدهور الامور الزراعيه ده هيؤدي لحاجه مهمه جدا. ايه هي؟ تناقص القدره الانتاجيه للارض الزراعيه. ان القدره الانتاجيه للارض الزراعيه هتقل. طبعا الفلاح مش مهتم بالارض الزراعيه وكل همه ان هو بيحاول يجمع الضرايب عشان يدفعها للملتزمين ويستفاد من الارض، فهتتدهور الزراعه. قال لك كمان الزراعه هتتدهور بسبب عدم اهتمام الدوله بامور الري وتقويه الجسور. يعني ايه؟ بص يا باشا، الدوله مش هتهتم انها تعمل مشاريع
زي سدود وخزانات للأراضي الزراعية، هي كل همها إن هي تلم الضرايب، فكده الزراعة تدهورت. تعالى معايا على الصناعة. بيقول لك تدهورت الصناعة في مصر حيث كانت لا تزال يدوية بسيطة لم تصل إلى الآلية، يعني الصناعة عندنا في مصر كانت صناعة يدوية ما عنديش آلات زي أوروبا. قال لك يا مستر كانوا الصناع بينتظمون في حاجة اسمها طوائف الحرف. إيه طوائف الحرف دي؟ بص يا باشا، إن كل حرفة ليها شيخ، ليها شخص مسؤول عنها اسمه شيخ الطائفة. يعني مثلا حرفة الحدادين ليها شخص مسؤول عنها اسمه شيخ الطائفة. حرفة النجارين في طائفة ليهم شخص مسؤول عنهم اسمه شيخ الطائفة، وهكذا. فقال لك شيخ الطائفة ده وظيفته ان هو اللي بيحدد مكانة الصانع جوه الطائفة، يعني كل شخص بيشتغل جوه الطائفة بتاعته على حسب مهارته هو اللي بيحدد مكانته عاملة ازاي، وكمان هو اللي بيلم الضرايب من الصناع وبيبعتها للدولة العثمانية. يعني أنا عندي هنا شيخ الطائفة ما اختلفش كتير عن الملتزم، الاتنين سبب في إنعاش خزانة الدولة العثمانية، الاتنين بيقوموا بمهام مالية، الاتنين بيلموا الضرايب من الناس ويبعتوها للسلطان. فالمهم هنا بيقول لك كان الصناع ينتظمون في نظام طوائف الحرف، يتمثل همزة الوصل مع الحكومة من حيث جمع الضرايب والإشراف على الإنتاج والحرف الصناعية. تمام. وجزء من نظام طوائف الحرف في مصر بيضم أصحاب المهن المختلفة لكل فرد مكانته تحت قيادة شيخ الطائفة، زي ما قلت لك ان شيخ الطائفه هو اللي بيحدد مكانه كل واحد عنده. تعالى بقى معايا يا صديقي على التجاره. مستر التجاره تدهورت ليه؟ انا شرحتها لك من شويه، بس تعالى نشرحها مع بعض تاني. ده كده طريق مصر اللي انت عارفه، اللي كل الدول الاوروبيه كانت بتعدي من عليه عشان توصل لفين؟ للشرق. تمام. قلت لي بعد كده حصلت حاجه اسمها كشوف جغرافيه، بدل ما كانت الدول الاوروبيه بتعدي عن طريق مصر بقت بتلف من حوالين طريق ايه؟ رأس رجاء الصالح اللي هو الدوران حول افريقيا. يعني مصر بدل ما كانت طريق عالمي كل الدول الأوروبية بتعدي من عليه، خلاص بقت كل الدول بتعدي من طريق تاني، فمصر ما بقاش ليها أهمية تجارية، ما بقاش بيدخل لها فلوس من الطريق بتاعها، فتدهورت التجارة الخارجية وأصبحت صلات مصر مقتصرة على دول قليلة جدا زي السودان والحبشة واليمن ودول حوض البحر المتوسط. يعني كده مصر بقت بتتعامل في التجاره مع دول عالميه ولا دول جنبيها؟ انت لسه قايل لي صلاتها اقتصرت على الدول اللي حواليها، يعني صلات مصر التجاريه اقتصرت على الدول الاقليميه، ما بقتش طريق عالمي زي الاول. تعال بقى نشوف التجاره الداخليه. قال لك التجاره الداخليه كانت بايظه بسبب عدم الاستقرار الامني، يعني ما فيش امن وامان في مصر، الدوله العثمانيه مش قادره تفرض الاستقرار، واشتداد النزاع بين الفرق العسكريه، ان انا عندي في مصر كان في فرق عسكريه زي المماليك. تمام. فقال لك دايما كان في نزاعات وكان في خناقات، فكان التجاره مش مستقره. يعني مثلا انت في منطقه معينه عارف ان دايما فيها خناقات وفيها صراعات وكل يوم فيها مشاكل، هل هتعدي من عليها كل يوم؟ لا. وقال لك كمان الاغارات المتلاحقه للبدو، ان كل ما تطلع قافله تجاريه تمشي في الصحراء يطلع عليها البدو يسرقوا القافله التجاريه وياخدوا كل المنتجات اللي فيها ويسرقوها، فده معناه ان الدوله العثمانيه ما كانتش عارفه تفرض النظام. قال لك كمان عدم ثبات قيمه العمله المتبادله، ان العمله اللي الناس بتتعامل بيها مش ثابته، كل يوم برقم، ممكن يوم تغلى يوم ترخص وهكذا. قال لك كمان اختلاف الموازين والمكاييل من مكان لاخر. يعني قال لك مثلا كل تاجر كان بيبيع الخضار في السوق، كل واحد كان بيوزن بطريقه معينه، اللي تلاقيه مثلا بيوزن بطبق كبير واللي تلاقيه مثلا بيوزن بطبق صغير. فقال لك الموازين والمكاييل ما كانتش ثابته من مكان لاخر. طب مستر تعالى هنا نطلع سؤال. تدهور التجاره الداخليه ده دليل على ايه؟ مستر ده دليل على ضعف نظام الحكم العثماني، ان هي مش عارفه تفرض النظام. المهم قال لك كمان اللي دهور التجاره الداخليه اكتر ان السلطان العثماني بدا يكلم الاجانب، التجار الاجانب، ويقول لهم تعالوا اشتغلوا وبيعوا واشتروا في مصر وتاجروا في مصر وانا هديكم مميزات وهديكم امتيازات وهعفيكم من الضرائب. طب مستر هو ليه السلطان العثماني عمل كده؟ السلطان العثماني بدا يشجع الاجانب ان هم يجوا يشتغلوا في مصر عشان ينعشوا الاقتصاد بتاعه، عشان يشجع على الاستثمار في مصر. تعال معايا نشوف الحياه الاجتماعيه. بص يا باشا، قال لك المجتمع المصري كان مقسوم جزئين، حكام ومحكومين. كده انا عرفت من كلامهم بكل بساطه ان المجتمع المصري عباره عن طبقتين، حكام الطبقه العليا، المحكومين الشعب هو الطبقه الوسطى. قال لك الحكام هم الاتراك اللي هم العثمانيين، والمماليك دول عاشوا في عزله عن المجتمع. قال لك المحكومين بقى زي المشايخ والعلماء والتجار دول الطبقه الوسطى،
الفلاحين وعامة الناس. قال لك دول عانوا من الفقر والجهل والمرض وما كانش فيه تعليم خالص وكانوا عايشين في عزلة تامة عن النهضة اللي موجودة في أوروبا. تعال بقى نشوف الحياة السياسية وصلى على النبي. السلطان العثماني بعد ما سيطر على مصر والولايات العربية قلنا له انت هتحكم كل الدول دي؟ قال لك لا، انا موجود في الأستانة فوق في الأناضول عاصمة الدولة العثمانية. قلنا له امال هتحكم مصر ازاي؟ قال لك بص، قال لك هجيب واحد يحكم مصر اسمه الوالي. قال لك الوالي ده هيبقى النائب بتاعي في الولاية في مصر. قال لك طب مش ممكن الوالي ده ياخد منك الولايه؟ قال لك لا، هتبقى مده حكمه سنه 2 3 بالكتير عشان ما ياخدش منه الولايه. قلنا له انت عبيط، طب ما هو ممكن في السنتين دول او في الثلاث سنين دول ياخد منك الولايه. قال لك هجيب سلطه تراقبه، سلطه اسمها الديوان. قال لك الديوان ده هيبقى سلطته مراقبه الوالي ومن حقه كمان ان هو يعزل الوالي. قلنا له يا سلطان طب الوالي ده عنده خبره في الاداره، ده تركي وانتوا لسه مسيطرين على مصر. قال لك لا، ما انا هجيب ناس كان عندهم خبره من زمان وكانوا قاعدين في مصر، عندهم خبره في اداره مصر. مين؟ قال لك المماليك اللي انا خدت منهم مصر، هجيبهم وامسكهم شؤون الاقاليم. الاقاليم يا قلبي اللي هي المحافظات. فكده انا عندي نظام الحكم العثماني قال لك بيتكون من 3 حاجات، الوالي، الديوان بيراقب الوالي، والمماليك ماسكين حكم الاقاليم. بس بص خلي بالك، قال لك نظام الحكم العثماني ده كان نظام ضعيف، حمل في طياته يعني في داخله عوامل ضعفه. قال لك كان ضعيف ليه؟ قال لك عشان مده حكم الوالي صغيره، وقال لك كمان عشان سلطه الديوان والمماليك كانوا سلطتهم اعلى من سلطه الوالي. ومن هنا بسبب ضعف نظام الحكم العثماني طلع واحد من المماليك تطلع ان هو ينفرد بحكم مصر. يعني ايه؟ تطلع شخص من المماليك قال لك احنا هنرجع مصر تاني مملوكيه زي زمان وننتهز ضعف الدوله العثمانيه. طب مصر هي الدوله العثمانيه في الوقت ده كانت ضعيفه؟ ايوه كانت ضعيفه. ليه؟ بص يا باشا، نظام الحكم العثماني ده كان ضعيف، قال لك حمل في داخله عوامل ضعفه، فطلع واحد من المماليك هيستغل ضعف نظام الحكم العثماني وهيبدا ان هو يتطلع ان هو ينفرد بمصر، ان هو يمشي الولاء العثماني ويرجع مصر تاني للمماليك شبه زمان. قال لك كمان وخصوصا ان في الوقت ده كان السلطان العثماني مش فاضي، كان عنده ايه؟ قال لك السلطان العثماني في الوقت ده كان بيحارب دوله اسمها روسيا، كان مشغول بحروبه مع روسيا سنه 1768. قال لك السلطان العثماني في الوقت ده غير ان نظام الحكم العثماني كان ضعيف، قال لك في الوقت ده السلطان العثماني كان مشغول في حروبه مع روسيا. فهنا هيطلع علي بيه الكبير وهيستغل حروب السلطان العثماني مع روسيا وهيحاول يستقل بحكم مصر ويرجعها تاني للمماليك. هيعمل ايه؟ هيمشي الولي العثماني وهيمنع ان يجي اي ولي غيره. دلوقتي علي بيه الكبير مسك مصر. ايه الدليل؟ إيه اللي بيقولوا ان انا مش تبع العثمانيين وان انا استقليت عن العثمانيين؟ بص يا باشا، علي بيه الكبير قال لك انا مش هدفع الجزيه، مش هدفع الضرائب للسلطان اللي المفروض تدفع كل سنه. كمان هيضرب النقود باسمه، يعني هيجيب العمله هيشيل من عليها اسم السلطان وهيحط اسمه عليه. كمان قال لك هيخضع الحجاز لنفوذه اللي هي المنطقه الدينيه عشان يكون مكتسب اهميه دينيه. كمان كان عنده مساعد، هيبعت المساعد بتاعه كان اسمه محمد بيه ابو الدهب. محمد بيه ابو الدهب هيروح ياخد الشام وكمان هينجح في دخول دمشق. انت لو تاخد بالك ان المماليك بيحاولوا يرجعوا امجادهم بتاعت زمان، بيحاولوا يسيطروا على الاماكن اللي كانوا قاعدين فيها قبل ما يجي العثمانيين. المهم كده لما اجي اقول لك علي بيه الكبير استغل ايه في السيطره على مصر، هتقول لي استغل السياسه الخارجيه للدوله العثمانيه، استغل حروب الدوله العثمانيه. كده انا عندي علي بيه الكبير استغل السياسه الخارجيه للدوله العثمانيه، يعني استغل حروب الدوله العثمانيه مع روسيا وسيطر على مصر، وكمان بعت النائب بتاعه خد الشام ونجح في دخول دمشق. مين المساعد بتاعه اللي بياخد اوامره؟ محمد بيه ابو الدهب. كده علي بيه الكبير استغل حروب الدولة العثمانية مع روسيا وقدر يسيطر على مصر، وكان المساعد بتاعه دراعه اليمين اللي بيساعده محمد بيه ابو الدهب. فالسلطان العثماني دلوقتي عايز يرجع مصر تاني ولاية عثمانية، فهيعمل ايه؟ السلطان العثماني هيجيب محمد بيه ابو الدهب يقول له تعالى محمد، ايه رايك امسك الحكم مصر، تبقى انت اللي ماسك مصر وانت الوالي على مصر مع رجوع مصر تاني للدوله العثمانيه، يعني مصر تبقى ترجع ولايه عثمانيه وانت اللي تحكمها، بس بشرط تخلصني من علي بيه الكبير، تقتل لي علي بيه الكبير ده خالص. فمحمد بيه ابو الدهب دلوقتي هيقول لك الولاء والانتماء، السلطان العثماني عايز نخون علي بيه الكبير واقتله واخلص منه، بس قال لك ولاء ماتت والانتماء ما بياكلش عيش، انا اشوف مصلحتي اولا، بدل ما ابقى تابع لعلي بيه الكبير ابقى انا رقم واحد وانا اللي امسك ولايه مصر.
وقال لك فعلا انحاز محمد بيك ابو الدهب للسلطان العثماني واتفق مع ضد علي بيك الكبير، ورجعت مصر ولايه عثمانيه تحت حكم محمد بيك ابو الدهب. وهنا محمد بيك ابو الدهب بقى هو اللي ماسك ولايه مصر، ومصر رجعت تاني للدوله العثمانيه. قال لك بقى الفتره اللي مسك فيها محمد بيك ابو الدهب دي المماليك انقسموا، يعني ما بقوش ايد واحده، بقى فيه ما بينهم صراعات وخناقات دايمه. قال لك تدهور اقتصاد البلاد وباظت التجاره الخارجيه. قال لك كمان المماليك استهلكوا كل قوتهم في النزاعات فيما بينهما وما اهتموش بتامين حدود البلاد. وده الوقت اللي هتيجي فيه الحمله الفرنسيه على مصر، الوقت اللي هتيجي فرنسا فيه تحتل مصر. كانت مصر تحت حكم 2 من المماليك، واحد اسمه ابراهيم بيك ومراد بيك. بص يا صديقي، حاطط لك كل مفاتيح الدرس الاول. بعد ما تسمع شرح الدرس وتذاكره هتذاكر المفاتيح دي كويس، والمفاتيح دي لما تركز فيها كويس جدا وتذاكرها باذن الله مش هيقف معاك اي سؤال في اي حاجه. نهايه الحلقه الاولى يا صديقي عايز اقول لك انت لسه في بدايه المشوار، انت في بدايه مشوارك لتحقيق حلمك. اتعب بصدق واجتهد، وربنا باذن الله هيجبر بخاطرك في اخر السنه. مفيش شخص بيتعب غير لما بيشوف نتيجه تعبه في الاخر. مع السلامة يا صديقي.